ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بص انا عايزك تركز معايا وتفهم الفيديو من بدايته لحد نهايته. مش عارف، حاسس ان كل الابواب بتتقفل قدامي. وخلي بالك انا مش عامل الفيديو ده عشان احبطك، لا انا عامل الفيديو ده عشان احفزك ترجع الشخص القديم اللي كان جواه طموحات واحلام نفسه يحققها. وعشان كده تقريبا انا هسمي الفيديو الهروب الذكي، عشان اقول لك ازاي تهرب من الواقع اللي انت عايش فيه وترجع الشخص القوي اللي كان كله احلام وطموحات وتبتدي بقى تحقق فيها من تاني. يعني انا مثلا من فتره كان عندي احلام وطموحات كبيره جدا، وكنت حاسس ان هيجي عليا 25 سنه هبقى محامي كبير جدا ومقاول تشطيبات تقيل، ودول لان المحاماه مجال دراستي والتشطيبات ده شغلنا الاساسي. انما حلمي ان انا ابقى ممثل، وسعيت في الموضوع ده كتير جدا، وكنت فاهم ان هي مساله وقت وابقى حاجه كبيره قوي في المجال ده. المهم عدى الوقت ولقيت ان الحياه في مصر اصعب بكتير من انك تفكر تعمل اي حاجه تاني غير انك تاكل وتشرب بس. لكن جو الاحلام والطموحات ده اخدك فيه 15 سنه 16 سنه، يا عم قول 17، طول ما ابوك بيصرف عليك وانت مش شايل هم اي مسؤوليه ومش عارف مخبيه لك ايه الايام، هتنام وتحلم وتبقى فاكر ان الحياه وردي، وهتبقى عايش فاهم انك بس تاخد فرصتك في الشغل وهتعمل اللي محدش عمله وتحقق اللي محدش حققه. وهتلاقي نفسك لو انت ربنا كرمك واتجوزت فالشغل بالنسبه لك يساوي اكل وشرب، مفيش شغل مفيش اكل وشرب. وابتديت اتغاضى سنه عن بعض احلامي لحد ما لقيت نفسي نسيتهم اصلا، وخدتني الحياه لسكه غير سكتي نهائي، حقيقي سكه مش بتاعتي فعلا. يبتدي الموضوع معاك اللي هو شغل مع الجامعه عشان تصرف على نفسك، سنه في سنه ربنا بيكرمك تتخرج من الجامعه بتبقى بقيت ممتاز في شغلك اللي انت اشتغلته، شغل بدايه انت وفي الجامعه، وبتلاقي نفسك بتقبض فيه كويس جدا، فتلاقي نفسك بتقول هو انا لسه هبدا من البدايه واروح ادور على شغل والموضوع الكبير ده كله؟ لا انا احاول الم نفسي بالشغل اللي انا شغاله دلوقتي واتجوز وربنا يكرمني بعد الجواز، بشوف بقى احلامي وطموحاتي وبحاول احققها، اشوف لي حته وظيفه كويسه بشتغلها بشهادتي. ودي تقريبا هتبقى اكبر غلطه هتعملها في حياتك. يعني انا دلوقتي عشان اسيب شغلي ومعايا مسؤوليه وعيال وبيت ومصاريف، محتاج يكون معايا شغل بديل بيديني على الاقل مصاريف البيت لحد ما ربنا يكرمني واعرف اشتغل في حاجه انا بحبها، حلم من الاحلام اللي حلمت بيها. وهنا فكرت افتح مصنع فويل وستريتش واكياس بلاستيك، ودي كانت الخطه اللي انا افتح مصنع مع الوقت ومع تسويق كتير هيدخل لي دخل كويس بمجهود قليل، وساعتها بقى بعرف ارجع اسعى تاني في تحقيق احلامي اذا كانت المحاماه واذا كانت التمثيل والمونتاج والاخراج والكلام ده، من غير ما اثر في اي مصاريف تخص البيت. المهم كنت لسه بجهز وجبت الخامات، وبعدها بكام يوم سمعت ان الخامات غليت، قلت كويس ده في مصلحتي، وبعدها راحت غليت تاني، عجبني الموضوع اكتر وقلت لا ده شكلها ايه هتلعب. تن الفويل الالمونيا الخامه وصل ساعتها ل 230، ومره واحده بقدره قادر وصل ل 180 ولا مش عارف 190. المهم انا ما بقتش فاهم ازاي بعد ما وصل ل 230، انا كنت جايب مثلا في سكه 225 او 220 مش فاكر بالظبط، مره واحده راح نزل ل 190، وانا كنت خلاص قربت اخلص التجهيزات ورايح اشتغل. المهم اتضح لي بعد كده ان السوق تقريبا ما عليهوش رقابه، وعادي جدا ممكن الخامه تبقى ب 220 215 وواحد يدخل صفقه يبيع ب 190 180، كل واحد حر في ماله. ففي الوقت ده طبعا كل اللي مشتري بالغالي هيضطر يوقف شغل لحد ما الدنيا ترجع لطبيعتها. المهم مع الوقت بقيت شاطر وفهمت الدنيا ماشيه ازاي، وعرفت امتى اشتري وامتى ابيع، والدنيا بقت معايا كويسه. تقوم تظهر لي مشكله تاني انقح من الاولانيه. ركز بقى في الحته دي، الناس لو المفروض تكسب من الطن 20000 جنيه مع قله الشغل والمنافسه الغير اخلاقيه منعدمه الضمير، بقى الواحد ممكن يتنازل ويكسب 2000 جنيه لو عنده ضمير عشان ينافس واحد ما عندوش ضمير بيعرف التاجر انه بيحرق وبيكسب 2000 جنيه وهو بيسرق في الخامه ويزود كور. المهم جو سرقه وقله ادب. المهم حسيت الموضوع فيه سرقه وغش، قلت انقي زبايني وخليني مع المحترم المتقي حتى لو مش هكسب كتير، حتى لو قفلت اصلا مش فارقه خالص. المهم حسيت الدنيا قفلت في وشي من بعد ما كنت حاسس ان الموضوع ده لو فلح هيبقى عندي وقت كويس اقدر اتدرب للمحاماه واسعى في موضوع التمثيل والتصوير والمونتاج والكلام ده. فضلت افكر بيني وبين نفسي وحسيت ان انا مش مقصر في حاجه وان العيب مش فيا، العيب فعلا في البلد والغلو وعدم الاستقرار اللي بيخليك ما تعرفش تعمل اي حاجه حتى لو مشروع بسيط. تلاقي واحد بكل بساطه ينزل 20 30 الف جنيه مثلا في طن خامه يخلي كل اللي ما اشتراش منه ما يعرفش يشتغل. طبعا بالنسبه لكل الناس اللي اشترت منه بيدعوا له يا رب يكتر من امثاله. المشكله نفس الشخص بعد ما تاخد منه الثقه وتبقى فاهم ان هو اكتر واحد بيبيع بسعر رخيص، يجي مره واحده ويقول لك السعر بقى ب 250، وكل التجار ما بتصدق ان هي تعلي في الاسعار. المهم عدم استقرار الاسعار دوت بيخليك ما تعرفش تعمل اي حاجه، والغلو اللي احنا فيه ده بيخليك تحبط اكتر، تلاقي نفسك بتمسك فلوس كتير والحمد لله بس بتخلص هوا. المهم حسيت ان الحل الوحيد للهروب من كل اللي بيحصل ده هو السفر، اسافر بلد اوروبيه بتقدم كل ما في وسعها لراحه الانسان. ما انا مش شايف ذنب عملناه احنا كشباب اننا نعيش افضل سن في عمرنا بين ضغط نفسي وجسدي ومادي ملوش اخر، وفي النهايه تبص على اللي عملته تلاقي نفسك لسه ثابت، مفيش اي حاجه، مفيش اي تقدم، حتى جواز مش قادر تتجوز، وان اتجوزت فانت اكيد ابوك راجل مستريح ومساعدك في جوازتك. المهم تجيبها كده خلاص، السفر عشش في دماغي وبقى خلاص اسافر يعني اسافر، ما بقاش في دماغي غير ازاي اطلع من البلد. ومن فتره كده كان موضوع الهجره العشوائيه، كنت بروح اقدم في شهر 10 وبترفض عادي في شهر 5، وحته ان هي عشوائيه دي فكنت حاسس يعني اللي هي ايه اللي ربنا
هيد له هتجيله. المهم واحد يقول لك طب ما تسافر اي دوله عربيه اعمل منها فلوس. انا بالنسبه لي موضوع السفر مش عشان فلوس وبس، لا في حاجات تانية كتير بالنسبه لي اهم من الفلوس وتقريبا مش موجوده في البلاد العربيه. المهم قدموا قرار من فتره بسيطه ان موضوع الهجره العشوائيه عايزينه يبقى بفلوس، تقريبا 12000 جنيه للفرد. يعني لو واحد بيقدم هو ومراته هيدفعوا لهم مثلا في سكه 24 25000 جنيه. طبعا ناس كتير جدا مش هتقدم وانا اولهم، لان احنا كنا بنقدم لان هي هجره عشوائيه وببلاش. فمين اللي هيقدم؟ الاغنياء اللي عادي في مستطاعهم يدفعوا 25000 جنيه ولا 24000 جنيه ولو اترفضوا عادي. فهنا حسيت ان كل الابواب بتتقفل في وشي حقيقي، حتى الحاجه اللي كانت بترضيني نفسيا حتى وانا وبقدم وعارف ان انا هترفض، بس كنت بحس برضا داخلي كده. فمنه لله ترامب. طيب اتعلم انجليزي وحاول تهاجر دوله تانية قانوني. فللاسف هتلاقي مفيش وقت تتعلم، ولو اتعلمت فاجراءات السفر عايزه واحد فاضي وعايزه واحد معاه مبلغ محترم عشان يقدر يسافر. حتى موضوع السفر سياحه لاي دوله اوروبيه عايزين منك اثبات نيه الرجوع، ومهما تقدم هتترفض بسبب اللي بيسافر وما بيرجعش بسبب الهجره الغير شرعيه من البحر. فهتلاقي برضو كل اللي بيسافروا بشهوات، تحس ان الغني والمستريح كل الابواب متفتحه له والفقري فقري. فدلوقتي تفتكر ايه الحل؟ الحل انك تفهم انك فعلا جامد وانك مش مقصر في اي حاجه، وان العيب مش من عندك، ومش بتقول انا عندي احلام وخلاص، لا انت بتحاول تحققها وحاولت كتير جدا تنفذها بس ما قدرت. وده مش عيب فينا خالص، احنا عملنا اللي علينا وبزياده. حتى فكره ان احنا نسافر بره مصر ونعيد ترتيب اولوياتنا ونبدا من جديد ونبني بقى مستقبلنا ونحقق طموحاتنا واحلامنا، فكرنا برضو فيها وسعينا فيها بس برضو ما عرفناش نطلع من البلد، او يا عم لسه ربنا ما قررش. فتفتكر نعمل ايه مثلا؟ نسافر هجره غير شرعيه؟ لا طبعا يا عالم، هتوصل ولا تموت في البحر. طيب ايه الحل؟ الحل هو الهروب الذكي، وعايزك تركز في الكلام ده. الهروب الذكي من الواقع اللي بتعيشه تدريجيا لحد ما توصل وترجع بفكرك وطاقتك وشغفك للاحلام اللي ربنا حطها لك واداها لك عشان يكون سبب في يوم من الايام انك تكون انسان ناجح وراضي في حياتك. دلوقتي بنرجع من الشغل ناكل ونفضل ماسكين التليفون نتفرج على ريلز لحد ما ننام. حاجه بسيطه بتديك شعور باللذه المؤقته، بتساعدك تحس انك بتتخلص من ارهاق اليوم، بس هي بتقتل وتشتت تفكيرك بافكار كتير وفيديوهات بتخش دماغك في وقت قصير، فبتبعدك اكتر عن تحقيق احلامك. يعني مثلا حاول تسيب التليفون تدريجيا، والوقت اللي هتسيب في التليفون ده حاول تعمل حاجه تجاه حلمك حتى لو ساعه بسيطه في اليوم. يعني مثلا تتعلم انجليزي، تنمي مهاره معينه، تحاول تعمل اي حاجه بتحبها في الوقت اللي هتحاول تسيب فيه التليفون كل يوم. بس خلي بالك انا بقول لك تدريجيا علشان تعرف تستمر. يعني ما تجيش مره واحده وترمي التليفون وتقول خلاص انا مش همسكه تاني وهتعلم انجليزي وهبقى طيار من بكره. لا، هتلاقي نفسك بعد يومين زهقت ومسكت التليفون ولا كأن في اي حاجه حصل. فالموضوع لازم يجي تدريجيا. كل يوم تحاول تدي نفسك ساعه تعمل فيها حاجه جديده انت بتحبها، وتحاول تنزل الجيم. الجيم بيغير المود ويجدد نظرتك تجاه نفسك. وللمره الثانيه ولا الثالثه بقول لك الحاجات دي لازم تتعمل بشكل تدريجي، ما ينفعش تعملها مره واحده عشان ما تضغطش اكتر وتيأس اكتر. لازم بشكل تدريجي، وعشان كده سميناها هروب ذكي. هو انك تعمل حاجات بشكل تدريجي ترجع بيها طاقتك وشغفك ونظرتك لنفسك انك لسه شاب وعندك احلام وعايز تحققها. ومع كل الكلام ده انا عايزك تبقى فاهم ان احنا في اكتر وقت ممكن نعمل فيه فلوس. يعني لو واحد مثلا بيحب الرسم وفتح لايف على التيك توك ساعه يوميا، مع مرور الوقت والتكرار هيعمل فلوس كويسه جدا. دي حاجه انا عايزك تبقى فاهمها عشان موضوع الفلوس ما يبقاش الموضوع الاول والاخير بالنسبه لك. لا، خلي احلامك هي اولا، الحاجه اللي انت بتحبها هي اللي لازم تعملها او تسعى انك تحاول تعملها عشان تعرف تستمر وتبقى مبسوط في حياتك وبشغلك. فانت لازم تقنع عقلك وتفهمه ان موضوع الفلوس موضوع سهل. انا موضوعي الاساسي والاولاني هو تحقيق احلامي، انما موضوع الفلوس لا، انا ممكن اجيب فلوس بشكل بسيط جدا في وقتنا اللي احنا فيه ده. واول ما تقتنع بده فعلا هتلاقي نفسك بتعرف تجيب فلوس وبكل سهوله. بس المره دي الفلوس هتيجي وانت مش مضغوط، وانت مش مضطر تشتغل شغل مش بتحبه. الفلوس هتيجي وانت واقف على رجلك وبتحاول تبني نفسك من تاني، وانت شايف مستقبلك ومش خايف منه. وهو ده الهروب الذكي. الهروب الذكي مش معناه انك تهرب من المسؤوليه ولا تهرب من بلدك. الهروب الذكي هو انك تهرب من الحاله اللي قتلت جواك كل حاجه حلوه وتحاول تبنيها من جديد، وتهرب من فكره انك خلاص مش نافع وعدى الوقت. حاول تهرب من دور الضحيه اللي المجتمع حطك فيه وتبدا تشوف نفسك بعيونك مش بعيون الناس. حاول تطلع من الزنقه وانت سليم، مش مكسور ومش حاقد. اهرب عشان ترجع، مش تهرب عشان تضيع. والاهم انك تفهم انك مش لوحدك، في الاف زيك حاسين بنفس الاحساس، بس قليل اللي قرر يهرب هروب ذكي. فاحنا لازم نفكر ازاي نبقى من القليلين دول. انا عارف اني طولت قوي في الفيديو، انا كنت فاهم ان هو هيبقى فيديو اقصر من كده بكتير، بس يلا مش مهم. المهم وربنا يصلح الحال ونهرب كلنا هروب ذكي. المهم لو في حد وصل لحد اللقطه دي في الفيديو فما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه. سلام.